طبعا بكون محضرة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200. هساوي بس الحاجات في البرام. وعندي هنا دي شوربة هحط عليهم برضو عشان يدي فرصة لباقي المكونات ان هي تستوي اكتر. وهو كمان فيه سوائل. تمام كده، هدخله الفرن ونشوف شكله النهائي عامل ازاي. طبعا هو اللحمة مستوية ومش هياخد وقت طويل في الفرن. وده الشكل بتاع البرام بتاعنا، جميل جدا وريحته خطيرة وحلوة قوي. يا ريت تجربوا الطريقة دي وتقولي ايه رأيكم. والبطاطس خلاص استوت وكله مستوي وجميل. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناة الأمور عشان يوصلكوا كل جديد، وتقولي رأيكم في التعليقات بعد ما تجربوا الوصفة الجميلة دي. وما تنسوش تفعلوا الجرس